السلام عليكم ورحمة الله. يا رب متابعين الغاليين يكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. زي ما احنا شايفين كده عملنا كده كيكة الجيلي بكل سهولة كده عملنا منها كيكة جميلة كده زي ما انتوا شايفينها. طبعا تحلية كده رمضانية تبقى خفيفة كده بعد الصلاة التراويح كده تبدأي ان انت تاخدي كده حاجة حلوة كده. ويا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. واهم حاجة تعملوا لنا بقى اللايك الحلو بتاعكم كده عشان خاطر يرفع لنا الفيديو الجميل ده. شايفين قد ايه جميلة بكل سهولة كده هنعملها. نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ويلا بينا نعمل الكيكه كده. طبعا دلوقتي للكيكه هتكون معايا كده بضايه. حطيت عليها كده معلقه صغيره كده من الفانيليا. وهتكون معايا كده نص كوبايه من السكر. وهتكون معايا برضو نص كوبايه من اللبن. وهيكون معايا ربع كوبايه من الزيت. وهيكون معايا كده كوبايه من الدقيق. وهتكون معايا معلقه من الكيك شيف ده. كيك شيف الصراحه بحبه في الكيكات بيبقى يخليها جميله جدا. وبرضو ذره كده صغيره كده من الملح ومعلقه من الخل. طبعا ديت الكيكه معانا كيكه كده سهله كده وسريعه اقتصاديه. كل حاجه كده عملناها كده بالمضرب اليدوي ده زي ما انتم شايفين. ممكن ان انت تاخدي بقى كل السائل ده في الخلاط وتضربيه في الخلاط. وممكن انت تشتغلي بالمضرب الكهرباء. يعني انا بقولك بقى يعني ايه اي حاجه تناسبك اشتغلي بيها. بس الصراحه كده بالمضرب كده كانت جميله جدا. وممكن ان انت تعملي كيكه اسفنجيه. اللي هو الكيك الاسفنج البيتي احنا عملناه كده قبل كده كذا مره مع بعض. وبرده ديت كانت جميله جدا معايا برضو. اهم حاجه اللي انت تبداي تضربي فيها لغايه ما تخلي السكر كده يدوب معاكي. وهبدا كده هجيب كده المصفى ديت وهعدي عليها كده كوبايه الدقيق. اهم حاجه اللي انت تنخلي الدقيق ده كذا مره بيخلي الكيك معاكي كده هش كده وجميل. اخدت كده معلقه كده من الكيك شيف كده. طبعا ذره الملح الصغيره. هبدا كده انخل كده الدقيق كده يا دوبك بس هقلبه بقى. طبعا التقليب في اتجاه واحد. وزي ما احنا عارفين كل حاجه بنخلي كل حاجه بره التلاجة لما نكون هنعمل كيك. لو اللبن كان في التلاجة ولا حاجه وحسيتي اللي هو ساقع ممكن تدفيه. يعني بتخليه دافي كده زي دمعة العين او اقل كمان. بتخليه كده حلو عشان خاطر برضو ما يكونش معانا حاجه ساقعه في الكيك. هبدا دلوقتي احط كده معلقه الخل. طبعا معلقه الخل ديت بتخلي كده الكيك شيف كده بيعمل تفاعل كده. فبتخلي معانا الكيك وبتخلي برضو قلب الكيك كده ابيض كده وجميل. هي ديت اللي بتخليك الكيك كده فاتح وجميل. طبعا دلوقتي هبدا بقى خلاص كده انا جبت كده معايا القالب ده. اي صينيه عندك بتشتغلي بيها دي حاجه ترجع لك براحتك. بس انا الصراحه جبت مكعب كده من الزبده. بدات اللي انا امشيه كده في الصينيه لغايه ما غلفت كده كل الصينيه بالزبده وتعفيره خفيفه كده من الدقيق. طبعا خلاص كده انا دخلت الكيك الفرن. جبت معايا كده جيلي. الطبقه طبعا الجيلي انا بحضر الجيلي دلوقتي واسيبه كده يهدى معايا. انا بكون الجيلي المفترض ان انا بحط لهم 3 كوبايات من الميه. فانا هحط لهم كوبايتين ونص بس من الميه. حطيت كده معلقتين بس من السكر. انا مش حابه احط سكر كتير ولا حاجه. بس انت يعني حسب ما انت بتحبي الحاجه مسكره او مظبوطه. هي بصراحه كده طلعت معايا سكرها مظبوط. هبدا كده جبت كده ميه بتغلي. هحط كده كوبايه ونص ميه بتغلي وهحط كوبايه واحده بس ميه ساقعه. بس مش دلوقتي خالص. طبعا انا هديله تقليبه كده وبعد كده هولع بقى العين اللي انا بعمل عليها القهوه. اخلي النار بتاعتها زي ما اكون مثلا بسوي القهوه كده. وابدا ان انا اقلب فيه لغايه ما الجيلي بتاعي بيدوب خالص وبيبقى جميل جدا معايا وبيمسك نفسه كده. طبعا خلاص كده انا قلبت الجيلي بقى زي ما قلت لكم على النار الهاديه خالص وفضلت اقلب فيه لغايه ما داب خالص زي ما انتم شايفين كده. طبعا هسيبه يهدى خالص معايا. انا مش محتاجه الجيلي يكون سخن. طبعا يا دوب الكيك لسه طالع كده من الفرن. طبعا هبدا ان انا هقلبها كده واسيبها تهدى خالص. هاخد كده القالب كده اغسله. قد ايه بقى الكيك كده كان هش وجميل ما شاء الله. خلاص كده انا غسلته. طبعا انا هعمل بقى هرص كده من تحت كده في الصينيه
الموز. وزي ما قلت لك بقى، صينيه مدوره، صينيه، اي صينيه عندك تفضليها، دي حاجه ترجع لك. هبدا كده ان انا اوزع كده الموز فيها. وبعد كده هحط بقى شويه صغيرين خالص من الجيلي، يا دوبك كده، يمكن ما يكونش مغطي قطعه الموز. وهسيبه لغايه دخليها كده الفريزر. يعني مش هتقعد معايا كده، يا دوبك اقل من 10 دقايق. او لو عندك مكعبات من التلج هتحطيها كده في صينيه، وتحطيها في الصينيه، يعني على حسب. بس هي انت لو دخلتها الفريزر بالظبط 10 دقايق ولا اقل كمان هتكون جمدت معايا. عشان خاطر انا مش عايزه اكتر، مش عايزه احط الجيلي كل مره واحده ابص الاقي الموز عام يعني مش هيديني الشكل اللي انا عايزاه. طبعا دلوقتي خلاص كده هبدا كده احط زي ما قلت لكم شويه صغيرين خالص من الجيلي. هحط كده خلاص. هسيبه بقى دولت كده لغايه ما يجمدوا. خلاص كده جمدت معايا. هبدا ان انا احط كده بقى شويه كده حلوين من الجيلي. برضو هدخله كده الفريزر لغايه ما يجمد معايا. طبعا انا عامله الجيلي تقيل عشان خاطر برضو انا بحب اللي هو يكون ماسك نفسه، يعني ما يكونش بقى يسيح مني كده من اقل حاجه. خلاص كده احط الكيك عليه. هدخل الكيك كده الفريزر. ومدخله برضو الجيلي، بقيه الجيلي في الفريزر. انا محتاجاه اللي هو يجمد كده شويه. دخلتهم كده لمده 10 دقايق، الجيلي كده والكيك وكله. طبعا كل حاجه معايا مطلعاه من الفريزر ساقعه. زي ما انتم شايفين الجيلي بدأ يتجمد. طبعا المرحله ديت مطلوبه ان هو يتجمد كده شويه، عشان خاطر الكيك كده ما بيشربش معايا جيلي. يعني الكيك كده بيطلع كيك وعليه جيلي بس. لكن هو آه بتبقى الصراحه الطبقه دي جميله جدا. طبعا هبدأ بقى اسلكها كده بالسكينه. انا بصراحه جبت كده صينيه فيها شويه ميه، يعني الميه كانت دافيه كده. وبدأت نزلت بيها وتعدي بس يعني العشر، يعني تعدي لغاية 10 وانت سايباها في المية السخنة. وبعد كده تبدأي ان انت ترفعيها وتبدأي تقلبيها. انا كنت هقلبها في القلب المستطيل، فبصراحة ما نفعش معايا، فاضطريت ان انا اقلبها هنا. بس زي ما انتم شايفينها ما شاء الله طلعت جميلة جدا. بصي انت يعني ممكن تسيبيها اكتر من كده. بصراحة انا كنت مستعجلة عليها، ما سبتهاش الا ساعة بس في الفريزر. وبدات اللي انا اول ما جمدت معايا كده بدات اللي انا طلعتها. بس انت لو سبتيها اكتر من ساعه هتكون معاكي جميله جدا. طبعا جبت كريم شانتيه كده. بدات اللي انا هعمل بقى الروزيتات ديت. الصراحه ادتها شكل جميل جدا زي ما انتم شايفين. زيني بقى بقطع كده من الفراوله، اي بقى حاجه عندك زيني بيها. طبعا من ابسط حاجه عملنا كده تورتيه الجيلي الجميله ديت. ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم، وان كان بتعجبكم بقى فيديوهاتي خشوا كده وتابعوني كده. اهم حاجه اللايك والشير والاشتراك الجميل بتاعكم ده بيشرفني كده وينورني زي ما انتم شايفين كده. طبعا معلش بقى هي يعني وانا بقطعها كده ما جاتش معاكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.